السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة وصفتنا سهلة جدا والكل بيحبه وبتشتريه بالغالي ب10 جنيه بس. منه هتعملي الكمية الجميلة دي. يلا ب10 جنيه نعناع هنعمل شراب النعناع، شربات النعناع التقيل اللي انتوا بتشتروا الازازة بالشيء الفلاني ب60 أو 70 جنيه. ليه تشتري ب60 و70 جنيه وانتي من كوبايتين 2 سكر وب10 جنيه نعناع هتعملي الكمية الوفيرة الجميلة دي. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا يا حبايب قلبي، من كوبايتين 2 سكر عملنا شراب النعناع اللي احنا بنحبه مع عصير الليمون، بيبقى روعة. يلا نخش الفيديو بتاعنا ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. كوبايتين 2 من السكر على النار، اي سكر عندك. لو سكر تموين هتحطي كوباية من المية، كوبايتين السكر عليهم كوباية من المية زي ما حضراتكم شايفين. المج بتاع الشوربة الازاز ده بياخد كوبايتين 2 من السكر. النعناع طبعا بنكون محضرينه قبلها بيوم، غسلينه ومنشفينه جدا جدا. لو السقام بتاعت النعناع بتاعتك طرية قطفيها معاهم. احنا عايزين نكهة النعناع وريحة النعناع تكون معانا، يعني تكون جميلة، ريحتها جميلة في الوصفة بتاعتنا. طبعا يكون النعناع بتاعنا ناشف جدا زي ما قلت لكم. خرطي بقى بالسكينة بالمخرطة زي ما انا بخرط كده، اكنك بتخرطي ملوخية. ليه احنا بنخرطه كده؟ عايزين نكهة النعناع تبقى قوية. الشربات بتاعنا غلي غلوتين كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ريحة النعناع ما شاء الله، والله بعد ما خرطتها قوية جدا. هشيل النعناع اللي احنا خرطناه هحطه في الشربات بتاعنا بالطريقة دي. شوفوا ما شاء الله ريحته جميلة جدا. جربوه بس بنفس الطريقة وانتوا هتدعولي من قلبكم. عصرة ليمونة كده على الشربات بتاعنا قبل ما نحط النعناع. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. هنزل بقى بكمية النعناع. الكمية دي ب10 جنيه، قطفتها وغسلتها كويس جدا ونشفتها كويس قبلها بيوم. يعني انتي حضريه قبلها بيوم يكون نشف جدا، عشان لما تخرطيه تحسي مش بقى عامل زي الملوخية كده يمسك في بعضه. لا، احنا عايزينه بالطريقة دي. قلبيه بقى وسيبيه يغلي مع الشربات بتاعنا كده. ريحته بصراحة والله طالعة جميلة جدا. ولو النعناع بقى بتاع الصيف الجميل ده هتاخدي نكهة قوية. هنحط بقى ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون، ضروري جدا. ملح الليمون بتاعنا ده هو المادة الحافظة بتاع شربات النعناع. غطي عليه بقى وسيبيه يغلي مع نفسه كده. هبيته تاني يوم بقى على ما يبرد وهنقعه علشان ريحة النعناع. صفيه كويس جدا، وده بعد تاني يوم. يعني غسلنا في يوم وغليته في يوم، وده تالت يوم اهو. له هو براحتك خالص. ما تسرعيش على الوصفة عشان تطلع معاكي. ريحة النعناع جميلة جدا. طبعا صفاية النعناع دي احنا هنرميها. شوفوا ما شاء الله ريحتها جميلة جدا. ضروري تعملي الحركة دي. لو مش عندك مصفى ضيقة خالص كده، احنا مش عايزين رواسب تنزل من النعناع. شوفوا ما شاء الله. لو عندك شاشة كده او شال نظيف صفي عليه، علشان احنا مش عايزين اي قطعة نعناع تبقى موجودة في الخليط بتاعنا. الشربات بقى هسيبه كده يغلي شوية كده بالطريقة دي. وهتجيبي اللون من ألوان الطعام الصحية طبعا. اللون الإزازة دي ب10 جنيه أو ب12 جنيه، يعني سعرها مش حاجة وبتدناها عندك على طول. كده الشربات بتاعنا تقل، شربات النعناع. وده اللون المتوفر عندي، هتلاقيه عند العطار. الإزازة دي ب12 جنيه. حابة تغمقي بقى، حابة تفتحي، دي حاجة ترجعلك. احنا عايزينه زي اللي في المحلات اللي هو فيتراك
الإزازة منه ب65 جنيه أو أزيد، الله أعلم. ب10 جنيه هتقدري تعملي ما شاء الله. هحط نقطة كمان عشان أنا مش عايزاه يبقى فاتح. شوفوا ما شاء الله، والله ريحته جميل جدا وفيه مزازة. نص معلقة، ربع معلقة عفوا، ملح الليمون بتديه مزازة جميلة جدا وريحته روعة. بعد ما بيبرد بيتقل معاكي، يعني شوفوا ما شاء الله تقيل ازاي. فانا هخففه حاجة بسيطة جدا بشوية مية بتغلي، يعني نص فنجان كده، عشان انا مش عايزاه يبقى تقيل زي الشربات بتاعنا. شوفوا ما شاء الله، وتقل كمان اكتر كمان لما برد تقل كمان. هتعرفي ازاي ان هو كده مظبوط؟ هتعملي كده على المعلقة بتاعتك، وان الخط طلع مستقيم يبقى مش محتاج ان هو يتخفف تاني. يلا بقى عصير الليمون هنزل لكم بالفيديو بتاعه ان شاء الله، بس تفاعلوا مع الفيديوهات عشان انزل لكم بكل جديد. ليمون القضاليا موجود في السوق، وعملت منه مركز الليمون. يلا نعمل عصير النعناع، ولو عندك صودا بقى سبرايت تبقى جميلة جدا، او شويبس ليمون بتبقى روعة. جربوها كده. ده اللي متوفر عندي دلوقتي. شوفوا ما شاء الله خارج من الفريزر بالمعلقة كده على طول، عامل زي الايس كريم بالظبط. فانا مش عارفة اتحكم مني ماسكاه في ايديا. والتسوية، حطينا معلقة من شربات النعناع، وحطينا معلقة من عصير الليمون اللي احنا مفرزينه رمضان. اللهم بلغنا رمضان. كل عام وانتم بخير، واعملوا احلى عصير هتشربوه على فطار رمضان ان شاء الله. وشوية مية كده، يعني مش محتاجة تلج ولا حاجة. لو عندك تلج وحابة تحطي، بس احنا في الجو شتاء بقى، فالجو ايه، فالعصير متلج من غير حاجة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لايك يا حبايب قلبي، وشير لكل حبايبكم واصحابكم كده، وادعموا القناة، وادعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم. شوفوا ما شاء الله طعمه جميل. يعني هم سابوا عصير الليمون وشربوا عصير الليمون بالنعناع. بصراحة أولادي حبوا العصير بالليمون اللي هو بالنعناع، فضلوه عن العصير الليمون السادة. شوفوا الجمال. مفيش، تسلم ايديكم ودعوة حلوة كده من قلبكم. وده كان فيديو النهاردة يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. سلام.